هو عنده حق في ايه؟ وكل التصريحات اللي قالها لا انا بتكلم عن الموقف كله توتالي. كله الاهلي غلطان فيه. احترف بره. لا استنى هنبدا من البدايه. الاهلي غلطان. انا بكلمك من اول ما هو طيب الناس يبقى من البدايه النادي الاهلي غلطان في حته التفاوض معاه لما قعدوا معاه سيد عبد الحفيظ وقال له احنا كبرنا 7 مليون ولو مش عاجبك خلاص شوف مصلحتك. مش ده اللي حصل وده اللي عرفناه كلنا. ولما رحت نادي الزمالك الدنيا اتقلبت وجم وقالوا له شوف اللي انت عايزه ايه والكلام ده ورجعوه غصب عنه. وطبعا كلنا عارفين رجع بناء على ايه؟ عن ان تركي آل الشيخ اتدخل في الموضوع وخلص الموضوع مع اداره نادي الزمالك بقياده وسام مرتضى ورجعوا النادي الاهلي. قام النادي الاهلي قال لك مش عايزه. حصل فراح اهلي جده. حصل من اول الموسم ان هم مش عايزينه. الراجل بقى فري. جه بيراميدز. انت مش سايبه في حاله ليه؟ كل ده عشان مضى